نزار، أهلا بك ومساء الخير. مساء النور حكيم. مرحبا بك. الفيفا تتعرض أهلا بك. تتعرض لضربة جديدة والمغرب هو المتضرر. نزار، تماما اتضح ذلك من تقارير صحفية، حيث كان من المفترض أن ينظم المغرب كأس العالم 2010. هكذا أعلنت التقارير الصحفية بأن فضيحة الفساد التي تورط فيها جون فالكا الأمين العام للفيفا كان وراءها تغيير مسار التصويت لمصلحة جنوب أفريقيا. المغرب كان من المفترض أن ينال 13 صوتا في الوقت الذي تحصلت جنوب أفريقيا على 11 صوتا. اجتماع في زيورخ غير المعطيات لمصلحة بلاد البافانا. اجتماع إذن كان مع الرئيس الجنوب أفريقية السابقة نيلسون مانديلا، ونظمت بلاده مونديال 2010. الوزير السابق المغربي للرياضة منصف بالخياط في ذلك العهد تحدث لبرنامج رياضة 24 لزميل وديع فيعاني وللزميل أيضا عثمان طيبي عن هذا الموضوع، فنستمع إليه. اليوم كاين العداله الامريكيه اللي اخذت بزمام الامور، وكاين عدد من المسؤولين اللي هما معتقلين، وهناك عمل باش العداله تقول الكلام ديالها، وهذا نقطه اساسيه، لان العداله هي فوق كل شيء وفوق الفيفا اللي هي دوله من الدول في العالم. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هو انه ما خرج به سانداي تايمز هو نقطة اللي هي صحيحة، حيث أنه اليوم الأخير ديال هذا الانتخاب ديال كأس العالم 2010 كان المسؤولين المغاربة متيقنين أنهم كسبوا الرهان، ووقع ما وقع بالليل ما بين 3 صباحا والفجر، حيث أن جاك واغنر هو اللي كان عنده الكلمة الأخيرة مع المسؤولين تاع الكونكاكاف. اللي كنلاحظوا هو أن المسؤولين اللي تم الاعتقال ديالهم بسويسرا من طرف المسؤولين الأمنيين هما المسؤولين اللي صوتوا ضد المغرب في التصويت ديال 2010، وهذا تيبرهن على شيء، وأنه حصل ما حصل، ولكن احنا كمسؤولين ما يمكنناش نقولوا أي شيء حتى العدالة تثبت هذه الامور وتقول بان هذه الامور حصلت عن طريق العداله. نزار، انتهاء التنافس في دور التردية لكأس الاتحاد الافريقي. تماما حكيم. ضمن النادي الصفاقسي التأهل إلى دور مجموعة كأس الاتحاد الأفريقي. الفريق في مباراة الإياب اكتفى بالتعادل على أرض أسك العاجي بهدف في كل مرمى، ولكنه انتصر في الذهاب بهدفين نظيفين. وتأهل أيضا الملعب المالي لذات الدور بعد إقصاء لفيتا كلوب الكونغولي، والأهلي المصري تأهل بعد اقتلاع الفوز بضربات الترجيح أمام الإفريقي. مباراة الإياب في تونس انتهت بذات نتيجة الذهاب ب2-1، وضربات الترجيح ابتسمت للفريق المصري. النجم الساحلي تأهل على حساب الرجاء البيضاوي بعد انتصاره بالثلاثية في الذهاب. انتهى اللقاء بهدفين لمصلحة الرجاء. والزمالك تأهل على حساب سونغا البورندي، وكان الترجي قد ضمن التأهل بعد تجاوزه في دور الترضية قلوب الصنوبر الغاني. ثلاثة فرق في دوري المجموعات، مجموعة كأس الاتحاد. نزار، تماما 3 فرق إذن تونسية في دور مجموعات الاتحاد الأفريقي: الصفاقسي والترجي والنجم الساحلي. النجم سيلعب في المجموعة الأولى إلى جانب الأهلي المصري ومواطنه الترجي والملعب المالي. الفريقان الترجي والنجم سيتواجهان ذهابا في 11 من يوليو في العاصمة التونسية، والإياب في سوسة في 12 من سبتمبر. أما الصفاقسي فسيكون في المجموعة الثانية إلى جانب الزمالك وأورلاندو بيريتس وليوبارد الكونغولي. نتحدث عن برنامج مباريات الدور المقبل. تماما حكيم. المباراة الأولى في المجموعة الأولى ستجمع بين الأهلي القاهرة والترجي التونسي في مصر، والنجم سيستقبل الملعب المالي. الفريقان سيتواجهان ذهابا في 11 إذن كما ذكرنا، والإياب في سوسة في 12 من سبتمبر. أما في المجموعة الثانية الصفاقسي في المجموعة الثانية سيواجه في الجولة الأولى الزمالك في مصر، وفي ذات المجموعة أورلاندو بيريتس ليوبارد. إذن سيكون المباراة في الكونغو. وضيفتنا جاهزة من تونس. ضيفتنا هي رجاء السعداني تنضم إلينا مباشرة من تونس. مساء الخير. بداية الرجاء عسلامة. مساء الخير نزار، حكيم، خالد، ونحب نقول لكم مرحبا بكم وعسلامة. مرحبا بك أيضا. رجاء، بالنسبة للفرقة التونسية الآن خرجت من دوري الأبطال، وعلى ما يبدو أن المسابقة الأقل أهمية في القارة الأفريقية هي مسابقة كأس الاتحاد. ستكون التنافس فيها حيكون حامي جدا بين الفرقة التونسية والمصرية بطبيعة الحال.
هي في الحقيقة بالفعل، ولكن خاصة بالنسبة للأندية التي ترشحت في كأس الاتحاد الإفريقي، وهنا أتحدث عن الأندية التونسية الترجي والنجم والصفاقسي، من أجل إنقاذ الموسم، لأنه الفريق الوحيد صاحب البطولة وهو النادي الإفريقي هو الوحيد الذي انسحب من هذه الكأس، وبالتالي فإنه بقية الأندية من أجل طبعا إنجاح الموسم الرياضي والثأر من الدوري المحلي. كما تحدثت أنت عن المباريات، كانت مباريات في الحقيقة مثيرة ومباريات قمة، خاصة بين النجم والرجاء البيضاوي المغربي والإفريقي والأهلي المصري النادي الإفريقي في ملعب رادس في تونس. وكانت مباراة كبيرة وكبيرة جدا، خاصة وأنه يوم تتويج الإفريقي بالدوري التونسي. ولكن لنتحدث عن المجموعات. مجموعة صعبة ونارية، هي المجموعة الأولى التي تجمع الترجي والنجم والأهلي المصري صاحب اللقب إلى جانب الملعب المالي. أكيد أنه هذه المجموعة ستكون صعبة جدا، والصفاقسي في مهمة أقل، سيكون التنافس مع الزمالك المصري خاصة. إذا كما قلت الأندية المصرية والتونسية من أجل هذه الكأس الإفريقية، الذي أكيد أنه الأهلي صاحب الخبرة وصاحب اللقب سيكون في مواجهة صعبة من أجل المحافظة على لقبه. نزار، أستمع إليك. كل شكر رجاء السعداني، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. نزار النور، كل شكر جزيلا لك على هذه الجولة الرياضية المغاربية. أيضا كل شكر موصول أيضا لرجاء السعداني من تونس. خالد كراوي أيضا كل شكر جزيلا لك على الجولة الاقتصادية المغاربية. ختام هذه الساعة الإخبارية المغاربية. مشاهدينا الكرام، بعد قليل تلتقون رجاء مكي، أما أنا فأعود والتقيكم مجددا على الساعة 11 بتوقيت باريس، الساعة الإخبارية الدولية. ابقوا معنا.